السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين شيخنا، تفضل شرف. بالمهلي يا ابني، خذ طريق بدي احكي معك جوز كلام. يلا يلا يلا. شرف شيخنا شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مشان هيك بدي اياك تعتبرني بمكانة أخوك عمر يا ابني يا خالد. وأعز يا شيخنا وأعز. مو بس بالحكي الله يرضى عليك، بدي اياك إذا اعتزت أي شيء دغري تجي لعندي وتقلي عليه. يا عليم الله أنت غالي علي، وقلبي بحبك كتير كتير من صغرتك. والله وأنا بحبك يا شيخنا، يعلم الله أنك بمقام أخي عمر. ايه المعلم عمر ما في منه بكل الحارة، الله يرجع لنا بالسلامة. آمين يا رب العالمين. هذا أكيد أبو أحمد الحلاق. أهلا وسهلا فيك وفي يا شيخنا. عن إذنك لروح افتح الباب. إذنك معك. أهلين عمي أبو أحمد. أهلين شرف، تفضل. الشيخ عبد الحق عندكم؟ إيه هلا وصل من شوي شرف عمي شرف. يلا يا رب. يلا 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 يا ساتر. يلا يلا. شرف عمي شرف. يلا 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 يا رب. عمتي قلتك بتكون جاية الشيخ عبد الحق مشان شغلة الخطبة اللي حكيت عنها مرت عمي على بنت اخته باهية. والشيخ عبد الحق شو درى بالخطبة والكلام ما طلع من هالبيت؟ ما بعرف، لكن ليش جايته دخلك؟ الشيخ عبد الحق بيفهم وبيعرف بالأصول، أكيد جاي لعند خالد مشان ما يحسسه بوحدته بعد ما سافر أخوه عمر على طبرية من غير شر. لك أنت ما بتبطل فولك، كان لازم تستناني لخلص حلاقة أبو صالح. أخي أنت فتيلتك طويلة، يخزي العين شو قلبك حي على حكي وعلى هالأخت ورد تبعك. لك شو اسمي حلاق؟ يا عليم الله بعرف لك داخلية كل بيت بهالحارة. أنت من كتر ما بتسأل وتداوي يا عليم الله عليم الله لو كنت مستنطق وعساسي مو هيك. لك أنا شلون بدي سلي زبون؟ لك لهيتني بالحكي وما خليتني أقول له لخالد مثل ما ودعت تلاقي. تلاقي الخير عمي تلاقي الخير. بقى شو رأيك يا خالد تروح تسهر معنا عند أبو حاتم بسلامة المعلم عمار؟ معلش يا سيدنا غير مرة، ما بدي اترك أهل البيت لحالهم. لك يحرز دين اللي رباك يا خالد. أخ لو عندي بنت في عمرك لأقدم لك إياها تقدم ببلاش بدون ما أخذ منك ولا برغوت واحد. الله يديمك عمي أبو أحمد، الله يديمك. يا عمي